سلام زينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا لاباس وكاع بصحه جيده. اذا اليوم جبتكم الفيديو الثاني لخياطه طابليات النصف، يعني طابليات تاع النص اللي كنا الفيديو اللي فات خدمنا طابليات الرقبه، وهذه المره قلت لكم ندير لكم في تاع النص يعني. هذه هي. المهم البنات، اول مره يدخلوا القناه مرحبا بكم، جاموا ابوني للي اول مره طبعا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكومنتار شباب كما نتوما، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونفوتوا للفصاله مباشره. اذا البنات هذا هما، شوفوا انا هنا كل شيء راني مفصلاته، برك نعطيكم المقاسات هكا باش تستفادوا. درك هذوك نص متر تاع الفيديو اللي فات، كنت نص متر قسمناها على 2، 70 متر 70 سنتيم كنا درناها طابليه تاع الرقبه، وهذيك 70 سنتيم اللي بقات قلعت منها 50، طبعا تقعد كيما هي، قلعنا منها 45 سنتيم. 50 سنتيم هي نصف متر، يعني اللي كنا كما قلت لكم انا شريت نص متر في كل كولور، يعني الباج والمارو. هذه هي، قلت لكم هذيك 70 سنتيم قلعت منها 45 سنتيم، و50 تقعد كيما هي. 45 سنتيم تبقى لنا هذيك لي شيت نديرو منهم الجيوب، درت منهم جيوب للفيديو للطابليات اللي فاتوا تاع الرقبه، ودرت منهم ثاني الجيوب لهاد الطابليات. هنايا رحت للجيوب ثاني، قلت لكم دوك نعطيكم مقاسات تاع نعطيكم مقاسات تاع الجيوب ثاني 18 على 18 كما الفيديو اللي فات، كما عطيتكم المقاسات نفسهم. وهذيك الحزامه تاع الطابليه تاعنا ثاني هي نفس الشيء، عندها 8 سنتيم على متر و80 سنتيم. هذه هي. هنايا برك راني نفصل لكم، راح نوريكم ثاني الديكورات اللي غادي نديروهم في كل طابليه. الطابليه الاولى طبعا الحوايج اللي راني دايرتهم بالباج راح نديرهم في المارو، واللي راني دايرتهم في المارو راح نديرهم في الباج، يعني الديكورات راح نديرهم مختلفين هكا باش يجونا دو كولور في الطابليه تاعنا. شوفوا هنايا اول ديكور القلوبه كاع تعرفوا تخدموهم، يعني ساهلين. بغيت نعطيكم مقاسات تاع هاد البابيو. هنايا درت 13 سنتيم على 8 سنتيم، نورمالمون 8 سنتيم. هنايا تطوها على 4 كما كتشوفوا، تطوها على الطول هذاك على 2، وتعاودوا تطوها على 4 وتمقصوها كما راكم تشوفوا على شكل دائري، شكل نصف دائره، يعني شكل لكم نصف دائره. دوك نوريها لكم كيما هكا نصف دائره كما كتشوفوا. من بعد كي تحلوها تلقاوها شكل بابيون، بعد غير كما كتشوفوا نديروا لها شويه زيكزاك كيما كتشوفوا، ولا بليات، ونزيروهم بالسكايك، ومن بعد نوريكم كيفاش خيطتهم. هذا مكان راح ندير شحال من وحده هكا بنفس الطريقه باش نزينوا بهم الطابليات نتاعنا. هذا هو. دوك نوريكم برك الديكورات اللي راح نستعملوهم. درك هنايا راني غير نوريكم هنايا برك، انا من بعد نستعملهم هادو في الطابليه الزوجه نتاع الباج. والمارو هذه راح ندير فيها القلوب، الجيب هذا الباج ندير فيه قلوب بهذا الشكل. هذا الشكل راح نخيطهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، والقلوب اللي بقاو لي راح نخيطهم ثاني في الطابليه. برك دركا راح نشوفوا الديكورات اللي راح او الفصاله نتاع الطابليه نتاعنا. شوفوا كيما فصلت هذا الجيب كيما شفتوني، درت هذا النصف دائره، يعني تطووا هاد الطابليه تاعكم تطوها على 2 على من جهه 50 سنتيم طبعا العرض نتاعها، وديروا نصف دائره، يعني تطلعوا دوك نوريكم تطلعوا غير ب10 سنتيم. هنايا تكبدوا من هذاك وين تقاطعوا هاد الزوج نتاع القطع نتاعنا تما، وتطلعوا ب10 سنتيم. 10 سنتيم برك تطلعوا ب10 سنتيم، وديروا هذيك النصف دائره كما راكم تشوفوا، وتمقصوها بالمقص المسنن. يعني راح نديرها سامبل، ما راحش ندير فيها الطابيه الاخرى، راح نديروا فيها دوائر كما راكم تشوفوا. هنايا ترسموها غير بايدكم عادي، وتمقصوها بالمقص المسنن هكا باش تجيكم مديكوريا. دوك تشوفوا المقاس تاعها راح نمقصها انايا. انا راني نوريكم برك
ل... يعني كيفاش راني دايره في داك الشكل تاع نصف دائره. ونمقصوها طبعا، كاع تعرفوا تمقصوا، تبعوا برك هذاك الرسمه نتاعكم وتمقصوها. الا تثبتوها بلي زيبانك هكا باش ما تتحرك ليكمش. وهذه هي هنايا وصلتها حتى للاعلى باش تجيني هذاك الزيكزاك تاع المقص نتاعنا. هي هنايا دركا نروح نخيطهم. هذه هي. نجيب الطابليه الثانيه ثاني نوريكم فيها الفصاله اللي حنديرها فيها، نروحوا ديريكت للماشينه باش نخيطوهم. هنا برك راني نوريكم الديكور تاع القلوبه كيفاش يجي. ونجيب هنايا الطابليه الثانيه ثاني هي بنفس الطريقه. عندنا من جهه 50 سنتيم نطويها على 2، نثبتوها بلي زيبانك هكا باش ما تتحرك ليناش من نكونوا نرسموا فيهم ولا نقصوا فيهم ولا. ونبداو بالرسمه. انا راح ندير فيها دوائر، ودائما كيما نوصيكم دائما الدائره الاولى هي هذه اللي تجي في هذا وين تقاطعوا القطعتين في 2. تبدوها ديروا هذيك الدائره هي الاولى، ومن بعد عاد ديروا تاع الجوانب تكملوهم بنفس الطريقه. يعني وين وصلكم يوصلكم. المهم هذه تاع التقاطع هذيك هي الاولى باش يجيكم كيف كيف. هذه هي الطابليه تاعنا. درك هنا راح نمقصها المقص. وهنايا من بعد ما كملتهم مقصتها جبتها هنايا. هذا هو شكلها النهائي. هنايا جبت ثاني الجيب ثاني نديره بنفس الطريقه. ثاني هو نثبته بالإبانغل ونرسم هذوك الرسمات تاعنا. تنجموا ديروا الدوائر هذوك شويه صغيره، يعني ديروا دائره شويه صغيره. يعني شوفوا كان كاس صغير ديروه ولا ديروا بنفس الكاس. هذا هو. دوك انا نرسمهم ونمقصها ونوريها لكم. هنايا برك كل شيء خدموه. يعني لا عندكم طابليات بزاف ولا كل شيء خدموه ضربه واحده، ومن بعد عاد روحوا للماشينه نتاعكم. يعني ما تخدموش بالوحده وتروحوا تخيطوها وتعاودوا تولوا. لا، فصلوا كل شيء، كل حاجه عندكم فصلوها وحيدوا عليكم كاع حد اللي شيت هادو اللي يشيطوا لكم. ومن بعد عاد روحوا للماشينه نتاعكم هكا تبقى خدمتكم نقيه. هذا هو الجيب نتاعي. شوفوا كيفاش خرج روعه. والديكورات هنا راح نخدمهم بهذه الطريقه. درك نروح للماشينه باش نوريكم الخياطه نتاعها. طبعا الخياطه سهله كما وريتكم يامس. الجيب هذيك الحزامه راح نطويها على 2، نعين المنتصف. ومن بعد نجيب ثاني الطابليه نتاعي ثاني هي نعين فيها المنتصف. دوك نوريكم هنايا نطويها على 2 ونعينوا المنتصف نيشان. هنايا المنتصف نعينوه هكا باش تجينا يجونا الحزامات تاعنا يجونا كيف كيف. يعني ما تجيناش وحده طويله على وحده ولا. وثاني الخياطه نخيطوا السكاي والاخر هو الاولى. يعني ما يخيطوش من الاول تاع الحزامه ولا نخيطوا. يعني نخيطوها مع السكاي هي الاولى. كما راكم تشوفوا هنايا نديروا المنتصف مع المنتصف. هنا ثبتوها بإبانغل هكا باش ما تغلطوش. كما راكم تشوفوا ديروا الوجه مع الوجه نتاع الكتان مع الوجه نتاع الطابليه نتاعكم كما راكم تشوفوا. ونبدا نخيط. من بعد ما نخيطها هنايا نعاود نقلبها ونخيطها في الجهه الثانيه كما راكم تشوفوا. نعاود نقلبها في الجهه الثانيه كما هكا ونعاود الخياطه فوقها. هذه هي الخياطه. هذه هي. شوفوا هنايا من بعد ما خيطت غير سكاي وحده. هنا خيطت الخياطه الاولى نعاود نقلبها ونخيط الخياطه الزوجه كما كتشوفوا. هذه هي. من بعد ما نخيطها نكملوا الحزامه تاعنا حتى نكملوها في الاخير. ونفس الطريقه كملتها في الطابليه الزوجه. خيطت هذاك الجيب، خيطت هذاك الديكور تاع البابيون. شوفوا درت له شويه سكاي، يعني قطعه صغيره هكا تاع سكاي خيطته معاها باش تثبت لينا هذاك الزيكزاك. عاودت خيطتها في الماشينه. ما بغيتش ندير هذاك اللصقه نتاع السكاي على خاطر في
خف يطيروا. وهذه هي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، والى اللقاء حبيباتي.